تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية فول ملهمش أي علاقة من الفول اللي بنجيبه من الشارع. بجد جربوا الطريقة دي، شوفي أحسن واحد بتجيبي منه فول وجربي فول البيت، هتندمي ان انتي طول عمرك ما بتدمسوش. انا هنا جبت كيلو من الفول كده، والفولية تكون كبيرة كده وبلدي حلوة. هجيب عليها تمن من الفول المدشوش، يبقى كيلو الفول عليه تمن فول مدشوش اللي هو فول البصار. واخد بقى الكلام ده حلو قوي، اغسله مرتين تلاتة كده، وبعدين اغطيه بقى بالمية زي ما انتوا شايفين كده، المية لازم تبقى مغطيه. وهسيبه بقى من بالليل للصبح او من الصبح بالليل اللي يعجبك. اهم حاجة تسيبيه اقل حاجة 6 ساعات، انا هنا سيبته 12 ساعة. خلاص بصوا بقى الفولية كبرت وتضاعف حجمها، وطلعت بقى كل الحاجات اللي بتتعب القولون. خدته غسلته كده مرتين تلاتة وبقى معانا زي القشطة زي ما انتم شايفين كده. هاتي بقى حلة، بصوا مش لازم قدر، انا هقولك ازاي ما يسودش منك. هنجيب بقى حلة كده وهنحط عليه معلقتين كبار من الكركم. الكركم مش هيخليه لونه يسود، وربع كوباية كده صغيرة من العدس الاصفر. ونقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي، ونغطيه بالمية المغلية. هنغطيه بعقلتين مش عقلة يعني. بصوا هنا لا، انا حطيت مية تاني في الكتل وزودت، لازم مية مغلية، مينفعش انزل مية من الحنفية تماما. هاخده بقى ارفعه على النار، هيقعد معايا من ساعتين ونص لتلاتة. ايوه مش 6 و7 والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. ما عداش ال3 ساعات، من يعني بدأ من ساعتين ونص، بس سبته ربع ساعة تاني، فقولي مثلا هياخد 3 ساعات. طبعا بنوطي النار خالص شمعة. وعايزة اقول لكم بقى، بصوا لونه فاتح وتحفة ازاي. انا عايزة اقول لكم انا فاتحة عليه مثلا بتاع 6 7 مرات. كل نص ساعة تقريبا بشوفه محتاج مية، بقلبه. ولا اسود ولا غمق ولا اي حاجة، من ايه؟ من معلقتين الكركم. جربوا الطريقة دي بجد هتدعولي عليها. بس عايزة بقى انتي عايزة حب براحتك، عايزة تطحنيه. انا هنا كلنا بنحبه مطحون، فلازم يعني لازم اطحنه كده عشان ايه، اخلص مرة واحدة كده. فانا بطحنه كده زي ما انتوا شفتوا في الخلاط، ولو عايز مية بديله عشان ما يبقاش تقيل قوي. وشيلي بقى المقدار اللي انتي يعني كبشة 2، شوفي بقى المقدار اللي انتوا بتفضلوه. وشيليه بقى في الفريزر، هيطلع معاكي شوية فول عظمة.